تحية مسائية طيبة لكم مشاهدينا. في الذكرى 26 لتوليه الحكم، أكد العاهل المغربي محمد السادس استعداد بلاده من جديد لحوار صريح وأخوي مع الجارة الجزائر بشأن القضايا العالقة بينهما منذ سنوات. الملك المغربي مشاهدينا قال إن موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق وتجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطه مع أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. لذا تابع الملك: حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار وصفه الملك بالأخوي والصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. هذا أبرز ما جاء في الخطاب مشاهدينا، وبعده طرحت تساؤلات يعتبرها كثيرون مشروعة، وعلى رأسها: إلى متى تبقى حدود الجارين مغلقة؟ وإلى متى تبقى السياسة تحول بين شعبين جارين شقيقين لهذه الدرجة؟ ولماذا فشلت وساطات عدة عربية ودولية لتقريب الرؤى بين البلدين؟ وما مصير الاتحاد المغاربي المجمد أوصاله، والذي كان مشروعا بارزا لما انطلق عام 89 ألف بمدينة مراكش؟ نتابع جانبا مما جاء في الخطاب مشاهدينا ثم نشرح في النقاش. شعبي العزيز، بموازاة مع حرصنا على ترسيخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي وخاصة جوارنا المباشر في علاقاتنا بالشعب الجزائري الشقيق. وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ بيد ممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة. من جهة أخرى فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية. إذن كان هذا جانبا مشاهدينا مكان ما كنتم تستمعون لخطاب الملك والعاهل المغربي الملك محمد السادس. أرحب بكم مجددا وأرحب بضيوفنا. معنا ضيف من الجزائر وضيف من المغرب. نبدأ مع ضيفنا من الجزائر الأستاذ رفيق بوهلال، المحلل للشؤون السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك أستاذ رفيق. ما الذي استوقفك أستاذ رفيق وأنت تستمع لخطاب الملك محمد السادس؟ ما الذي استوقفك بالضبط؟ أبرز المحطات التي توقفت عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة، وتحياتي للمشاهدين والمشاهدات وضيفكم الكريم. أما بالنسبة لتصريح جلالة الملك السيد محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لتوليه الحكم، نلاحظ أنه هناك خطاب أخوي يد ممدودة لحل النزاع بين شعبين شقيقين تجمعنا نفس الثقافة الدينية، نفس المحيط الجغرافي، نفس التحديات السياسية والاقتصادية، وأيضا أنه دعوة يعني بمقام الشعب المغربي الذي هو شقيق لنا، ويجب أخذها بعين الاعتبار ومحاولة التعامل بكل دبلوماسية وبكل براغماتية لأخذ هذه الفرصة لحل هذا النزاع الذي دام أكثر من 53 سنة، والذي يعاني منه الشعبين، لأن غلق الحدود بين الدولتين يؤثر على الجزائريين والمغربيين، مع العلم أنه هناك عائلات بين الضفتين الذين لا يستطيعون التنقل بطريقة سهلة، وهناك أيضا تحديات اقتصادية، حيث أن فتح الحدود
وعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي سوف تخدم البلدين بصفة أولى. طيب، ألا ترى أستاذ رفيق دلالات التذكير بأواصر الأخوة والجيرة والثوابت المشتركة وحتمية المصير، ألا ترى بأنه هذا كله يدل على أنه هذا الخلاف السياسي طال أمده كثيرا ووصل إلى محطته الأخيرة، بمعنى أنه يستتم من الخطاب أنه المغرب مل من هذا الانقطاع في هذا الخلاف، طال كثيرا أمده. أنا من الأشخاص الذين قلتها دائما وأقولها وسوف أبقى أقولها أن المغرب دولة شقيقة، أن المغاربة رجالا ونساء إخوتنا وأشقاؤنا، وأن هذا النزاع بسبب الصحراء الغربية أدى إلى الكثير من المشاكل وأدى إلى خسارة كبيرة بين الشعبين وبين الدولتين وبين الحكومتين، ويجب أن نجد حلا نهائيا والخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى تغيرات جيوسياسية، وأن الجزائر مثل المغرب تواجه تحديات أمنية على شريط الساحل على شريط الساحلي بالجنوب أين المالي والنيجر والبوركينا فاسو، وحتى على مستوى البحر الأبيض المتوسط وعلاقاتنا الثنائية مع الدول الأوروبية سواء كانت إسبانيا فرنسا أو من هذا القبيل. طيب، قبل أن أعود لدكتور محمد نشطاوي، ألا ترى بأنه ولو لا أريد العودة للتاريخ، لكن في عهد شادلي بن جديد رحمة الله عليه كانت الأمور ماشية مثل ما نقول باللسان الجزائري، يعني هنالك تبادل تجاري اقتصادي، كان في علاقات، كان فيه زيارات ثنائية، كان فيه نشاط للاتحاد المغاربي، ولكن والصحراء الغربية كان مشكلا فعلا ولكنه لم يحل دون وجود علاقات متينة. ما الذي تغير حتى وصلنا إلى هذا التصعيد الكبير بين الدولتين؟ شخصيا قلتها عدة مرات أنه لسوء الحظ الحكومة الجزائرية والنظام الجزائري الذي فقد الكثير من شرعيته دخل في سياسة خلق الأعداء الوهميين، وهذا الأعداء الوهميين جعل منهم يعني سياسة داخلية وخارجية لمحاولة كسب الشعب الجزائري والالتفاف حول الحكومة والنظام الحالي، إلا وأنه فشل فشلا ذريعا في هذه السياسة، وأن المغرب ليس عدوا لا من بعيد ولا من قريب، بل بالعكس المغرب دولة حليفة، دولة شقيقة، ودولة هامة بالنسبة للعلاقات الجزائرية المغربية، ودولتين كبيرتين من حيث الحجم، من حيث التاريخ، ومن حيث المهام الذي يجب ممارستها لضمن الأمان والاستقرار في المنطقة. ولهذا الفشل يعني هذا التصعيد أخيرا يعني في آخر السنوات، وخاصة منذ مجيء تبون الذي التصعيد وصل إلى درجات لا يتصورها العقل. لم نتصور ولا مرة واحدة أنه سوف يتم قطع العلاقات نهائيا، قطع العلاقات التجارية، سحب السفير، غلق القنصليات، وهذا شيء يعني كارثي بالنسبة للدولتين. نعم، فعلا هناك تصعيد كبير شهدته الجزائر والمغرب خلال السنوات الأخيرة. أرحب بك دكتور محمد نشطاوي، الأستاذ الجامعي المختص في العلاقات الدولية والسياسية معنا من مراكش. دكتور محمد، ما الذي لفتك في هذا الخطاب، خطاب الملك محمد السادس في الذكرى 26 لتوليه العرش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. شكرا. أشد على يد ضيفك من الجزائر من حيث كلماته الرقيقة ومن حيث إيمانه بأننا شعب واحد لنا كل مقومات الوحدوية من دين وثقافة وتاريخ وجغرافيا، وكذلك إحساس مشترك. والعلاقات بين المغرب والجزائر كانت ولا تزال دائما علاقات أخوية بغض النظر عما يختلجها من مشاكل بين الفينة والأخرى. وأظن أن خطاب صاحب الجلالة بهذه المناسبة الغالية وما فتئ منذ سنوات طويلة
تشكل كلماته أواصر محبة ويد ممدودة لم تنقطع طيلة سنوات تجاه الشعب الجزائري الشقيق. وأتذكر بأنه في أحد الخطابات أكد بأنه لا يمكن للمغرب أن يكون مصدر خطر أو مصدر إزعاج أو قلق بالنسبة للجزائر. أظن بأنه الإيمان بالتاريخ المشترك وبالتحديات المشتركة وبضعف البلدان العربية تجاه ما يخطط له خارجيا كفيل بأن يجعل من هذا الخطاب آلية من الآليات التي يجب الإنصات لها والعمل على تلقف هذه الدعوة، والعمل كذلك على الإنصات الجيد، لأنه أيا كانت المشاكل، كانت هناك مشاكل دامت بين فرنسا وألمانيا لعشرات السنين، وبين فرنسا وإسبانيا، وكذلك فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لمئات السنين، ورغم ذلك دابت كل هذه الخلافات عندما تم تبني وبناء وخلق الاتحاد الأوروبي. أظن بأن المشاكل هي مشاكل مصطنعة، مشاكل وهمية أريد لها أن تكون حائلا بين شعبين شقيقين لهما من الجوانب المشتركة الشيء الكثير. فقط للإشارة أن ما تخسره الجزائر والمغرب سنويا من جراء هذا الغلق المقلق للحدود يتعدى كل الإمكانيات. الجزائر والمغرب لهما من الإمكانيات التي من شأنها أن تشكل آلية وحدوية، وكل بلد يخسر سنويا أزيد من 2% من الناتج الداخلي الخام، وكل بلد يخسر أزيد من 160 ألف منصب شغل سنويا. جرت العادة، وأنا من ما يبحثون في هذا الملف، جرت العادة أن أقدم دائما مثالا مثيرا للتساؤلات، وهو أن الطماطم المغربية بدل أن تصل من وجدة إلى تلمسان ولا تقطع سوى 60 كيلومتر، فهي تذهب إلى ميناء مارسيليا وتعود إلى تلمسان وتقطع أزيد من 2000 كيلومتر. وهذا يؤثر لا على طراوتها وجودتها ولا كذلك على تكلفتها. طيب يا دكتور فقط أريد أن أسأل الذي طرحه كثيرون وهم يتابعون هذا الخطاب. طبعا قالوا أن هذا الخطاب استمعنا لمعظم ما جاء فيه، التأكيد على هذه الثوابت خصوصا الجيرة وحتمية المصير، فهم يتساءلون عن ميكانيزمات أو آليات هذا الحوار الذي دعا إليه الملك محمد السادس. كيف؟ يقول لك حتى في الجزائر يريدون حوارا ويريدون التأكيد على ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، ولكن ما هي هذه الميكانيزمات؟ كيف ننطلق بهذا الحوار لنخرج كما كنا عليه زمان؟ أظن بأن الحوار لا يتطلب ميكانيزمات، الحوار يتطلب النية الصادقة لتجاوز كل الخلافات. دعوة صاحب الجلالة لم تأتي من جراء ضعف أو من جراء غياب الإمكانيات، بل تأتي في وقت ملف الصحراء المغربية قطع أشواط كبيرة جدا، ونحن نتنبأ أنه في أواخر شهر أكتوبر قد يتم الطي النهائي لهذا الملف. إذن فالدعوة هي صادقة، جاءت من رأس الدولة، تهدف إلى محو كل الإشكالات والهواجس لدى الطرفين وبحث كل آليات الحوار المشترك. هناك مشاكل حدودية بين الطرفين لا بد من وضع حد لها، هناك تحديات إقليمية ودولية، هناك فرص للاستثمار وللتعاون وللفائدة المشتركة. أظن بأن لا مجال للحديث عن الميكانيزمات لو توفرت النية الصادقة للدخول في الحوار، وأظن بأن الحوار له أشكال كثيرة وكثيرة جدا، بدءا بتحديد المشاكل وتحديد الإمكانيات والعمل على
أن تكون هناك استراتيجية بعيدة كل البعد عن تأثيرات لا الداخلية ولا كذلك الخارجية. إذن فأظن بأن الحديث عن الميكانيزمات أو الآليات بأنه أريد له أن يكون عقبة في هذا الحوار، فقط حسن نية وأن تكون هناك أجندة مشبعة بالمطالب ومشبعة بالإمكانيات ومشبعة بالنية الصادقة، وآنذاك يمكن للطرفين أن تكون لهما القدرة على حل هذه المشاكل. لأن أولا المشاكل ليست موجودة كما كانت بالنسبة للبلدان الأوروبية عندما بدأت باتحاد الصلب والفحم، ثم المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وحاليا الاتحاد الإفريقي. إذن فالعزيمة والإرادة والنية الصادقة كفيلة بوضع حد لكل هذه المشاكل البينية. إذن النية الخالصة والإرادة الحقيقية هما من تحولا دون العودة للعلاقات الجيدة بين الشعبين الجارين الشقيقين. أستاذ رفيق، الحديث عن مشكلة الصحراء هذا طال أمده منذ أواخر السبعينات إلى يومنا هذا، وأنت تعرف أنه خلال الأشهر هذه القليلة الماضية كثير من الدول اعترفت بمغربية الصحراء، آخرها البرتغال. وفي الجزائر هناك خطان، هذا الذي أقرأه تقريبا يوميا، أنه هناك خط يريد التقارب مع المغرب، وهناك خط يريد التصعيد أكثر مما هو عليه الآن. فضعنا في صورة هذا الخلاف. هناك من يريد حل هذا الأمر دبلوماسيا، لأن الجزائر تخسر سياسيا واقتصاديا، خصوصا جراء هذه المشكلة الطويلة. ولكن في الوقت نفسه هناك ضغوط أخرى دبلوماسية تحسب على الدبلوماسية الجزائرية بأنها لم تقنع هذه الدول بأن الصحراء يجب أن يكون أبناؤها هم من يحكمون فيها وما إلى ذلك. الآن كثير من الدول الآن بما فيها أمريكا وغيرها يعترفون بمغربية الصحراء. ملف الصحراء الغربية طال أكثر من 50 سنة، وكلف الخزينة العمومية الجزائرية عشرات من المليارات من الدولارات ذهبت في قضية لا أساس لها من الوجود. لماذا؟ لأن لإنشاء دولة يجب عدة يعني قوائم أساسية. يجب أن يوجد شعب، والصحراويين موجودين في تندوف لا يفوت عددهم أكثر من 150 ألف على الأكثر، ولا نستطيع بناء دولة ب 150 ألف مواطن. هذه هو من جهة الأولى. من الجهة الثانية توجد في على مستوى الصحراء أين لا توجد موارد طبيعية، أين لا توجد يعني مدخول من أين لها الأموال لكي تستطيع صرف على وزارات أو دبلوماسيات أو يعني يكون عندها ميزانية سنوية. ثالثا يجب أن نكون واقعيين. القضية الصحراوية تم استغلالها من طرف النظام الجزائري، وهذا لأغراض سلبية، خاصة في الأعوام الأخيرة، في السنوات الأخيرة كل الدول الكبرى اعترفت بمغربية الصحراء. نعم. كحل أحسن حل لطي هذا الملف، وخاصة يعني التقدم والرؤى إلى المستقبل بطريقة عادية، وبدون تصعيدات من جهة أو أخرى، وبدون خسارات مالية ضخمة. نلاحظ أن أمريكا من أول البلدان التي اعترفت بمغربية الصحراء في 2020 بعد وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الحكم. بعد ذلك كل من فرنسا، بريطانيا، البرتغال آخرها البرتغال القليلة الماضية، بدون أن تقوم الحكومة الجزائرية بالرد، بل التزمت بالصمت. طيب أستاذ رفيق، هل الإشكال في ضعف الدبلوماسية الجزائرية التي كان يقال بأنها ناشطة جدا في عهد بومدين وأولى السنوات الشاذلي من جديد، أم أنه لقوة الطرح المغربي لهذه القضية؟ صراحة الدبلوماسية الجزائرية خاصة في السنوات الستة الأخيرة في عهد تبون دبلوماسية بدون بوصلة، دبلوماسية لا تخدم المصلحة العامة للجزائريين والجزائر، بل تخدم مصلحة خاصة لبعض الناشطين يعني القائمين على النظام. دبلوماسية أثبتت فشلها الذارع
على كل المستويات، أين فتحت صراع مع إسبانيا أدى بخسارة الملايير من الدولارات، غلق الأنبوب الغاز المار بين الجزائر المغرب وإلى إسبانيا بخسارات تقدر بملايير الدولارات، صراعات مع الدولة الفرنسية بعد اعترافها لمخطط جلالة الملك محمد السادس الذي يؤدي إلى خسارات ولا نزال في تصعيد منذ أكثر من سنة ونصف. وبالمقابل لم تقم الجزائر بالرد على أمريكا مثل ما قامت بالرد على إسبانيا. لماذا الجزائر تحاول التزام الصمت وتقديم امتيازات إلى أمريكا، بالمقابل تقوم بقطع العلاقات مع إسبانيا مدة سنتين، وبعد ذلك إعادة العلاقات مع إسبانيا بدون أن تغير إسبانيا موقفها من الملف الصحراء الغربية. يعني هنا وأقولها بكل أسف وألم أن الدبلوماسية الجزائرية فشلت فشلا ذارعا في تسيير الملفات الاستراتيجية، خاصة ملف الصحراء الغربية أو الصحراء المغربية كما يقول الضيف الكريم، إلا وأنه هناك حقيقة تاريخية، هناك حقيقة جغرافية. حتى عندما نلاحظ مدينة الدخلة أو مدينة العيون ببنيتها التحتية بحيويتها الاقتصادية والدبلوماسية مقارنة بمخيمات سندوس، نلاحظ فرق شاسع أن الاستثمارات في مدينة العيون والاستثمارات في مدينة الدخلة، وهذا بفضل الدبلوماسية المغربية التي فازت وأقنعت الدول الكبرى بالاستثمار في هذه المنطقة. وأحسن دليل وآخر استثمار كبير هو لاجونس فرونسيز دو ديفلوبمون، الوكالة الفرنسية كذلك بالنسبة للإمارات للاستثمارات التي اعلنت عن استثمارات اكثر من 8 ملايير دولارات في هذه المنطقه. نلاحظ توافد كبير للمسؤولين السياسيين سواء كانوا فرنسيين او امريكيين او خليجيين الذين يصلون في زيارات رسميه بهدف ليس بهدف أخذ صور فقط أو هدف سياسي، بل بهدف اقتصادي لتطوير هذه المنطقة وفتح عدة قنصليات لهذه الدول لتمثيلها في الصحراء المغربية. نعم، يبقى أنا أستاذ رفيق سأعود إليك. دكتور محمد، هناك إشكال آخر لا يقل تعقيدا عن مشكلة الصحراء، وهو متعلق بالتخندق مع إسرائيل. جزائريون طبعا هم يعيبون على الدولة الجارة الشقيقة بخصوص هذا الإشكال، التخندق مع إسرائيل، وليس فقط التخندق، لم يكتفوا به، يقولون أنهم أتوا بإسرائيل في جوارنا ونحن لن نقبل ذلك، ويتابعون الأحداث الأخيرة، يقولون أن هذا الكيان متهم من قبل المحكمة الجنايات، العدل الدولية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ولكن هناك يد ممدودة لإسرائيل والجزائريون لن يرضوا بذلك. أولا لابد من الإشارة إلى مسألة، كلنا ضد ما تقوم به إسرائيل وكلنا ضد التطبيع مع إسرائيل. الفرق ما بين المغرب والجزائر هو أن المغرب يطبع صراحة والجزائر تحاول التطبيع ضمنيا، هذا ما يجب أن يعرفه الجميع. صحيح أن يعاب على المغرب التطبيع مع إسرائيل ويعاب على المغرب مختلف برامج التعاون مع إسرائيل، لكن أظن بأن المغرب كان مدفوعا للتعامل مع إسرائيل في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تتعامل مع إيران وتدعم وتدرب البوليزاريو. وأظن بأن ما يخفى على البعض هو أن إيران تريد أن تكون كما هو الحال، لا في اليمن ولا كذلك في سوريا ولا كذلك في لبنان وحاليا في نيجيريا، فإيران تخلق دولة وسط الدولة، وبالتالي هذا خطر ليس فقط لا على المغرب بل كذلك على الجزائر. إذن فلنبدأ الحوار ولنحدد أولوياتنا، وستكون آنذاك إسرائيل هي آخر ما يمكن الانتباه إليه. أظن بأن مشاكلنا هي مشاكل كبيرة وعويصة وتستنزف طاقاتنا. فقط حسب موقع الجزائر تايمز ما خسرته الجزائر لدعم البوليزاريو يتجاوز 500 مليار دولار، وهذا رقم مهول
خصوصا وأن الشعب الجزائري يئن تحت وطأة غلاء الأسعار وكذلك ندرة بعض المواد الأساسية. وكان الأولى والأجدر أن هذه الأموال تصرف لصالح الشعب الجزائري. نفس الشيء كذلك بالنسبة للتسلح. الجزائر صرفت السنة الماضية أزيد من 24 مليار دولار والمغرب أزيد من 13 مليار دولار. هذه الأموال كان يمكن أن يتم استغلالها من أجل تحسين الصحة والتعليم والخدمات، وأن تنتقل الدولة من دولة، بمعنى هناك سباق من الطرفين دكتور محمد، دولة العناية والرفاهية. عفوا، تريد أن تقول هناك سباق للتسلح من الطرفين وليس دولة واحدة؟ لا، من الطرفين، هناك سباق التسلح من الطرفين. كان الأجدر بهذه الأموال التي تصرف لصالح المركبات الصناعية العسكرية في الغرب كان يمكن أن تصرف لصالح شعبي المنطقة، لا الجزائر ولا كذلك المغرب. فالخصاص هو مهول بالنسبة للبلدين. كما جاء في خطاب صاحب الجلالة، فالمغرب يسير في سرعتين: السرعة التي تسير بها المدن والسرعة التي تسير بها القرى. والقرى في المغرب هي كذلك تعاني من غياب البنية التحتية والخدمات الأساسية. لماذا؟ لأن هناك أموال تصرف في مسائل أخرى مرتبطة بالتسلح. نفس الشيء بالنسبة للجزائر. أظن بأن مبلغ 24 أو 25 مليار دولار كفيل بتحسين الخدمات الاجتماعية والمواد الأساسية وتوافرها بالنسبة للشعب الجزائري. إذن فأظن بأنه تم خلق مشكل لإلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الحقيقية وللدخول في سباق من أجل الزعامة في المنطقة شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر. أظن بأن رسالة صاحب جلالة كانت واضحة: دعونا من المشاكل وهلما لنبحث ونتحاور ونحدد الأولويات من أجل الحوار، ولتذهب السباق نحو التسلح، وليذهب دعم البوليزاريو إلى الجحيم، ما دام أن شعبين بإرادتين برغبة واحدة من أجل الحوار والتغلب على المشاكل. لأن المشاكل هي مشاكل مهمة جدا. الاتحاد الأوروبي يستغل الفرقة بين بلدان شمال إفريقيا ويفاوض كل بلد على حدة ويحصل على الامتيازات من كلا البلدين. هناك منطقة هشة في منطقة الساحل والصحراء. علينا كذلك أن نقوم بمراقبة والتنسيق للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة وتجارة كذلك المخدرات. إذن كل هذه الأمور يجب أن نعمل على المواجهة، لكن المواجهة يجب أن تكون وفق رؤية للحوار والتشارك والتنسيق. طيب سيد رفيق، ما رأيك سيد رفيق، وأنت محسوب على الجزائريين طبعا، كيف تشوف رأي السلطة والشارع فيما يخص النظرة لإسرائيل؟ صراحة أنا نعم جزائري أبا عن جد، وأؤمن بالاتحاد المغاربي، وأعرض يعني بكل يعني كما يقولوا مشاعر الحب للشعب المغربي وللمغرب كبلد. نعم. أقول أن التطبيع مع إسرائيل من بين الأسباب هو التصعيد الجزائري الذي في خطابات غير مسؤولة تهدد الأمن المغربي، مع العلم أن المغرب لا يملك البترول ولا يملك الغاز، يعني الثروات الباطنية مثل الجزائر، مما أجبره يعني بنسبة ما إلى التطبيع مع إسرائيل لتطوير الشراكات في مجال الأمني. ولكن المغرب لم يقل هذا. المغرب لم يقل بأننا أجبرنا من قبل الجزائر على الذهاب لإسرائيل. المغرب لا يقول هذا بطريقه مباشره، لكن انا يعني كمحلل وعده محللين يقولون ان المغرب كانت مجبره نوعا ما للتطبيع مع اسرائيل لتطوير تطوير الشراكات الامنيه في مجال الدفاع. ضف على ذلك المغرب يملك جاليه
من اليهود الذين ولدوا في المغرب وكبروا في المغرب ويسكنون في المغرب، يعني مواطنين عاديين يشاركون في الحياة اليومية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. ويجب في 2025 مع التغيرات الجيوسياسية التفكير بالمنطق رابح، إلا وأنه كلنا ضد الجرائم التي تقع في فلسطين وفي غزة، يعني التي ترتكبها دولة إسرائيل، والتي هي مدانة من طرف كل الدول الأوروبية والمحاكم الدولية، إلا وأنه الجزائر لها مسؤولية بنسبة كبيرة في هذا التطبيع. نعم، وهناك مفارقة أستاذ رفيق، الجزائر ليست دولة مطبعة ولكنها لا تسمح بالتظاهر للجزائريين ولا للنزول للشوارع والساحات والميادين، تمنع ذلك منعا باتا. لكن المغرب مفارقة عجيبة، المغرب يحسب أنه دولة مطبعة مع إسرائيل، ولكن مع ذلك لم تخلو شوارع وساحات الدار البيضاء ولا مراكش ولا القنيطرة ولا فاس ولا مراكش من التظاهر من أجل نصرة الحق الفلسطيني. صراحة أنا من منتقدين السلطة الجزائرية والنظام الجزائري في تعامله العشوائي وفي القول أن الجزائر لا تطبع مع إسرائيل، ولكن الجزائر قامت بإمضاء عقد $720,000 مع مكتب لوبي أمريكي على رأسه الوزير الأول السابق إيهود باراك. هذا شيء غير متطابق ومتنافي مع ما تقوله السلطة للشعب الجزائري. ثانيا، عندما نقول الجزائر تساند الدولة الفلسطينية وتساند فلسطين، أين هي الأفعال في أرض الواقع؟ لاحظنا أن الجمعة الفارطة فقط قاموا الجزائريون بالخروج للتظاهر بطريقة عفوية بعد صلاة الجمعة، تم اعتقال كل المتظاهرين. لماذا تمنع السلطة الجزائرية تظاهر الجزائريين لمساندة لإخوانهم الفلسطينيين؟ قال تبون في تصريحاته خلوها عليا بصريح العبارة، لكن في أرض الواقع لا يوجد أي شيء ملموس. قال تبون أنه سوف لو تفتح الحدود سوف نبني 3 مستشفيات في أقل من 20 يوم، مجرد خطابات شعبوية. لكن في أرض الواقع المغرب التي طبعت رسميا مع إسرائيل تسمح بالمظاهرات، والجزائر التي لا تطبع رسميا لكن سطحيا فقط تمنع هذه المظاهرات. هناك خطابين غير متطابقين بين تصريحات تبون والسلطة الجزائرية والأفعال في أرض الواقع. طيب، ابقى معنا أستاذ رفيق، سأعود إليك في محور آخر. دكتور محمد، نأتي الآن إلى محور الاتحاد المغاربي، وهنا عقبة كأداء للدول المغاربية جميعا وليس فقط للجزائر والمغرب. الملك بهذه المناسبة الذكرى 26 ذكر أن الاتحاد المغاربي لن يكون إلا بالجزائر، بحضور الجزائر والمغرب وباقي الدول الشقيقة. ولكن كما ترى الأشهر الأخيرة الجزائر لجأت إلى حل آخر، وهو اتحاد مغاربي من نوع خاص، الجزائر وتونس والنصف من ليبيا، لا أقول ليبيا كلها، النصف من ليبيا. هل ترى هذا بديلا للاتحاد المغاربي الذي كان يدعو إليه الملك محمد السادس؟ وهل يقبل العقل مثل هذه التصرفات؟ لأن المغرب هو جزء لا يتجزأ من شمال إفريقيا ومن الاتحاد المغاربي، وكان دائما سباقا لمثل هذه الدعوات، وهو الذي احتضن اللقاء الذي أسس لهذا الاتحاد المغاربي في مراكش سنة 1989. لا أظن بأن مثل هذه الممارسات قد تحيي الاتحاد المغاربي بقدر ما أنها تزيد الفرقة. وثم السؤال، ما الذي حدث من وراء هذا الاجتماع؟ ما القيمة المضافة التي جاء بها في ظل غياب المغرب وموريتانيا والنصف من ليبيا؟ أظن بأن هي حلول ترقيعية. كان الأجدر بدل بث الفرقة وبدل البحث عن شراكات وهمية البحث عن حل للمشاكل الحقيقية بين مختلف بلدان الاتحاد المغاربي. ليس هناك فقط مشكل ما بين المغرب والجزائر، هناك مشكل ما بين المغرب وتونس، ما بين الجزائر وتونس، مشكل ما بين الجزائر وليبيا، مشكل ما بين
تونس وليبيا. فأظن بأن الاتحاد المغاربي خلق وأريد له أن يكون أساسا للحوار وللتعاون وللتنسيق بين مختلف هذه البلدان. والمشاكل الحقيقية بين هذه البلدان هي من السذاجة التي تجعلنا نشك في فعلا بأن هناك مشاكل. أظن بأن دول الاتحاد الأوروبي تغلبت على مشاكل كبيرة وجوهرية مثل اللغة، مثل الأنظمة السياسية، مثل الإيديولوجيا، مثل البعد الجغرافي، ورغم ذلك استطاعت أن تتجاوز كل هذه المشاكل. كان هناك عداء ما بين فرنسا وألمانيا حول منطقة الرور الغنية بالفحم، ورغم ذلك دابت هذه الخلافات عندما تم إنشاء اتحاد الصلب والفحم والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. أظن بأن من العبث البحث عن كيانات أو تحالفات هجينة، ولا بد من الرجوع إلى الأصل، والأصل هو الاتحاد المغاربي. وكلنا كبرنا نؤمن ونتمنى أن يكون لهذا الاتحاد القوة والفعالية. ربما بعض الدراسات في الدراسات الدولية تشير إلى أن الاتحاد المغاربي هو أحد أفشل الاتحادات التي تم خلقها في العصر الحديث. لماذا؟ لأنه أعطي للمشاكل البينية بعد آخر أدى إلى فشل وشلل الاتحاد المغاربي، في حين أننا نتوفر على كل الأسس التي تجعل من هذا الاتحاد قوة إقليمية قادرة على التصدي لمختلف التحديات. نتوفر على قرب جغرافي، نتوفر على بنية سككية وطرقية كذلك يمكن استغلالها، نتوفر على تكامل اقتصادي ما بين المواد الطاقية والمنتوجات الفلاحية والتجارية والصناعية ونصف المصنع، نتوفر على طاقة شابة مهمة جدا، نتوفر على ساكنة تتجاوز 100 مليون نسمة، يعني سوق داخلية قادرة على الاستهلاك، نتوفر كذلك على قدرات مادية مختلفة بين الدول، لكن قادرة على أن تنعش هذا الاتحاد. يكفي فقط تواجد الإرادة والنية الصادقة من أجل المضي بهذا الاتحاد. نعم دكتور رفيق، فيما يخص هذا القطار، قطار دول المغاربة والاتحاد المغاربي، إذا كنت تذكر نعود قليلا إلى الوراء في عهد شادي بالجديد لم تكن أوصاله ممزقة ولا مجمدة. نعم هناك خلاف سياسي حول الصحراء، ولكن مع ذلك هناك تبادل تجاري، هناك سياحة بين البلدين، الجزائريون يدخلون إلى المغرب والمغاربة مرحب بهم في الجزائر، بمعنى كان هنالك شيء في الواقع الشعبين. لكن الآن كل شيء تجمد واختصر هذا الاتحاد في مثل ما كنت تذكر الدكتور نشطاوي الجزائر وتونس والنصف من ليبيا وليس ليبيا كلها. هل في رايك انت هذا هو القطار لخص هكذا، ام انه نمشي مع هذه الاتهامات؟ المغرب يتهم الجزائر والجزائر تتهم المغرب، الى متى يقول كثيرون؟ الاتحاد المغاربي بدون مغرب لا يوجد اتحاد. الاتحاد المغاربي بوجود تونس ونصف ليبيا، هذه ذكرتها وانتقدتها يعني بطريقه كبيره وكثيره جدا، وكنت لابد في كلامي انه هذه مهزله، لأن في الأخير عندما نرى الاتحاد الأوروبي الذي استطاع بين 27 بلد وجود حلول وتنقل الأفراد وعملة واحدة ومعاملات بآلاف الملايير من الدولارات سنويا وليس بالمئات على غرار الاتحاد المغاربي بين الجزائر والمغرب. يعني هناك دراسات اقتصادية تقول أن لو كانت الحدود مفتوحة والاقتصاد الدائري والمستدام بين الجزائر والمغرب يقدر حوالي على أضعف التقديرات ب 15 مليار دولار سنويا كمعاملات تجاريه. هناك يعني تنقل الافراد بين الدولتين، استغلال الجزائر للخبره المغربيه في مجال السياحه، في مجال تصنيع السيارات. يعني للمشاهدين الكرام يجب أن يعلمون أن في المغرب يوجد ما لا يقل على 155 مؤسسة لتصنيع قطع الغيار الطائرات، يعني بوينغ. يعني نشوفوا أنه هناك خسائر مادية
كبيرة جدا جراء عدم تفعيل الاتحاد المغاربي بطريقة جيدة، وعلى غرار وقت شد بن جديد منذ 30 سنة، وهذا الوقت وخاصة منذ 10 سنوات الأخيرة، وخاصة منذ 6 سنوات الأخيرة، أين النظام قرر أن يضع خطة العدو الوهمي الذي قرر أن يكون الدولة الشقيقة المغربية. قطع وخسر عدة أشواط في تطوير الاقتصاد، في تطوير البنية التحتية. كما قال ضيفك الكريم الدكتور أن هناك 100 مليون مواطن بين البلدين. أين السوق الداخلي في إطار الكونسوماسيون، يعني الاستهلاك بين الأفراد الذي يكون ثروة كبيرة جدا. وأحسن مثال ألمانيا قامت بجرائم حرب، قامت بحرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية، دمرت فرنسا على آخرها. اليوم في 2025 من أحسن العلاقات بين الدول الأوروبية هي فرنسا وألمانيا. لماذا الجزائر لا تستطيع أن تكون لها علاقات ودية أخوية عادية مع المغرب، واستغلال هذه العلاقات لتطوير النشاطات التجارية، لتطوير النشاطات الدبلوماسية، وأخذ البلدان الأخرى مثل موريتانيا، مثل تونس التي يعتبران دولتين اقتصاديا نوعا ما ضعيفة بالمقارنة بالمغرب والجزائر، وأخذهم كقاطرة. الجزائر والمغرب وهم القاطرة للاتحاد المغاربي، والذي يعني يستطيعان تصعيد في مستوى الموريتاني، مستوى التونسي، مستوى الليبي. وهناك تحديات مثل ما ذكره الضيف الكريم، تحديات اقتصاديه في مجال مكافحه الارهاب على الشريط الساحلي في الجنوب، المتاجره بالمخدرات، المتاجره بالبشر، الهجره الغير الشرعيه. البلدين المغرب والجزائر يلزم لهم تطوير اقتصاد، خلق فرص شغل، واعطاء يعني حل لابنائهم على غرار قطع البحار في قوارب الموت للبحث على عيش كريم في الضفه الغربيه. طيب استاذ رفيق، اختم معك قبل ان اعود دكتور محمد نشطاوي. هناك لغط بل جدل كبير هذه الايام الاخيره في الجزائر، وهم دوما يقولون هذا رد فعل السلطات الجزائريه على المغرب. الحديث عن استقبال من يوصفون بأنهم ممثلون للريف في المغرب، يقولون هذا استفزاز. المغاربة يقولون هذا استفزاز. المغرب لم يقوم باستقبال معارضين سياسيين وهم كثر في الخارج، ولكن بالنسبة للجزائر أعتقد هذه المرة الثانية أو الثالثة استقبالهم، ميكروفونات، الإعلامية تتحدث عنهم، وربما حديث عن فتح مكتب لهم. المغاربة يقولون هذا استفزاز لنا، وليس هكذا تكون الجيرة. فماذا تعلق على هذا؟ نعم، ذكرتها في حصص أخرى أنني انتقدت تعامل السلطات الجزائرية مع هذه المجموعات التي تم استقبالها وتقديم لها مقرات في محاولة بعزعة يعني كما نقولوا ليدونتيتي يعني المغربيه. هذا شيء غير مقبول، وهذا شيء غير معقول، وهذه في اطار سياسه غير منتهجه، وفي اطار دبلوماسيه يعني صراحه بدون مستوى. اين قامت الدوله الجزائريه باستقبال المجموعه من اصحاب الريف الذين يريدون تقسيم البلاد واخذ كما يقولوا. هل يمكن وصفه برد الفعل؟ هل يمكن وصفه برد الفعل مثل ما يقول البعض؟ صراحة أنا أظن أن الجزائر هي السباقة في التصعيد مع المغرب، وليس كردة فعل، لأن المغرب لم يستقبل فرحات مهني على رأس الماك، ولم يدعمه لا بطريقة ولا بأخرى. لم يتدخل المملكة المغربية لم تتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية لا من بعيد ولا من قريب. نعم.
بل بقت منذ هذه السنين في احترام السيادة الجزائرية، لم تقدم أي مساعدة مالية، مع العلم أن إخواننا في المغرب، أشقائنا في المغرب، هناك يعني فئة كبيرة من البربر، قبائل مثل بالجزائر، ولم تستقبلهم. لماذا الجزائر قامت بهذه الخطوة العدوانية في إطار مواصلة سياسة خلق العدو الوهمي وتمويل أشخاص ليس لهم علاقة بالقضية المغربية، وليس لهم علاقة بالقضية الصحراوية، وليس لهم علاقة بالقضية الأخوية بين الجزائر والمغرب؟ وهو كذلك سيد رفيق، يعطيك الصحة سيد رفيق، شكرا جزيلا لك. رفيق بوهلال المحلل للشؤون الاستراتيجية والسياسية، كنت معنا من باريس عبر الهاتف. دكتور محمد، الكلمة الأخيرة لك، تفضل. أظن بأن ما جاء في كلمة الأستاذ رفيق هي أبرز مثال على ما يمكن الرد به على مثل هذه الأعمال الصبيانية. أظن بأن استقبال بعض الخوارج من الريف هو عمل عدائي، والمغرب لم يستقبل رئيس الماك رغم أنه رئيس بحمولته السياسية إلى غير ذلك، لأنه يؤمن بوحدة الجزائر، بوحدة الشعب الجزائري. وأظن بأن المغرب استعصى على قوى كبرى عبر العالم من أجل النيل من سمعته ومن وطنيته ومن هويته. وما يتميز به المغرب عن باقي الدول هو ذلك التلاحم بين الشعب وبين المؤسسة الملكية، وهي إحدى أقدم نظم الحكم عبر العالم. وعندما يتكلم عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية فهو يعي ما يقول، ويعي جيدا بأن بلدا موحدا مستقرا هو ضمانة للأمن المشترك بين مختلف الدول. لذلك فأظن بأن على الجزائر أن تعي جيدا بأن هذه النخبة الحاكمة تشكل عبئا قويا على الشعب الجزائري، بدل سيطرة من هم في سن 80 و90 سنة على مقدرات الشعب الجزائري وصرفها في باريس وفي أوروبا وعلى البوليزاريو. أظن بأن الأجدر أن يتم صرفه على الشعب الجزائري، لأنه عانى طويلا من استعمارين احتلالين عثماني وكذلك فرنسي، وله الأسبقية من أجل أن يعيش حياة كريمة بقيادة حكيمة وبقيادة كذلك ترى أنه من الأجدر الاهتمام بمطالب وحقوق الشعب الجزائري. وأظن بأن على الجزائر أن تدرك جيدا سياسة اليد الممدودة من صاحب الجلالة. لماذا؟ لأن ليست عنوانا للضعف، بل هي عنوان كذلك للحوار. والمغرب رغم ما حققته قضية الصحراء المغربية من تطلعات ومن إمكانات وكذلك من انتصارات، رغم ذلك لم ينسى بأن يتقاسم هذه الانتصارات مع الشعب الجزائري ومع الجزائر الشقيقة التي لا يمكن بحكم التاريخ وبحكم الطبيعة وبالجغرافيا وبحكم الدين إلا أن تبقى دائما جارا للمغرب. وهو كذلك دكتور، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد نشطاوي، الأستاذ المختص في العلاقات الدولية والسياسية، كنت معنا من مراكش. وشكرنا موصول لضيفنا الأستاذ رفيق بوهلال المحلل للشؤون السياسية والاستراتيجية، كان معنا من باريس. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.